السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الرغيفه ديال العيد اللي كتجي لذيذه بزاف والشكل ديالها كيشهي. عيب بزلافه ديال الدقيق. غادي نحصلوا على هذه الكميه كامله ديال الرغيفات. كيف ما كتشوفوا هنايا خليت لكم الصوت باش تسمعوا القرمشه ديال هاد الرغيفات هادو. كيف ما كتشوفوا كيجيو مقرمشين وساهلين في التحضير وبمكونات اللي بسيط. غادي ندوزو على بركه الله للطريقه ديال التحضير. غادي نحتاج زلافه ديال الدقيق الفورز، 2 معالق كبار ديال نيدو يعني حليب مجفف، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، قبيصه ديال الملح. غادي نخلط النواشف جيدا. غادي نزيد لهم 2 معالق كبار ديال الزبده اللي مذوبه تكون حيوانيه باش كتعطينا اللذه. غادي نخلط مزيان هاد الزبده. بعد ما كندخلوها في الدقيق غادي نزيد 4 كاس ديال الماء الزهر وكاس الا ربع ديال الماء. غادي نجمع العجين ديالي على هاد الطريقه هذه. صافي هنا غادي نحطها فوق سطح العمل وغادي نديها ونجيبها، ومن بعد غادي نقسمها على 2 على هذا الشكل هذا. غادي نحتاجو مايزينا للتوريق، ضروري مايزينا باش كتجينا الحلوه ديالنا مورقه. كيف ما كتلاحظوا رشيت مزيان مايزينا وغادي نطلقها بالدلاك. ضروري ما تطلقوها مزيان، فغيمون طلقتها مزيان حتى ولات رقيقه وشفافه باش كنحصلوا على الرغيفات يكونوا مورقين وما يجيوناش معجنين من الداخل. غادي نستمر على هذه الكيفيه هذه حتى نورق مزيان العجين ديالي. من بعد غادي نبدا نطويها على هذا الشكل هذا، ما تخليوهاش مرخوفه، ضروري ما تطويوها مزيان. صافي من بعد ما عرولي كامله غادي ناخذ شويه ديال الماء باش نلصقوا دوك الجوانب وما تبقى لناش يعني الحربول ديالنا ما يبقى لناش محلول. صافي من بعد ما لصقوا العجين ديالنا على هذا الشكل هذا غنديها ونجيبها بحال ما هاد الطريقه هذه. غادي نقطع الجوانب اللي كيكونوا شويه ما مقادينش. صافي وكنشد العبار بالاصبع ديالي، انا بغيتهم صغيورين فلهذا شديت بحال ما هاد العبار هذا بالاصبع. صافي كيف ما كتشوفوا من الداخل كيجيو مورقين. غادي نضغط عليهم بالاصبع على هذا الشكل هذا وغادي ناخذوا الدلاك وغادي نبداو يعني ندلكوهم هكايا باش كيتورقوا لينا. كنطلقوهم على هذا الشكل هذا. غادي نستمر على هذه الكيفيه هذه حتى نكمل كاع الرغيفات اللي عندي. الطريقه راها جد سهله ومبسطه، دغيا كتوجدوا الرغيفات ديالكم بدون مجهود. صافي من بعد ما ساليت الكميه ديالي كامله كيف ما كتشوفوا غادي نديروا كميه من الزيت كاع، غادي نخليوها حتى تسخن مزيان. من بعد ما تسخلينا الزيت غادي نوضعوا الرغيفات ديالنا يتقلاو. وفي هذه المرحله هذه ضروري ما تنقصوا البوطه، ما تجهدوهاش باش ما يتخطفوش لكم ويتحرقوا لكم الرغيفات. حنا بغينا نحصلوا على لون يكون يعني يجونا مذهبين، ما يجوناش محمرين اكثر من القياس. صافي غادي نستمر على هذه الكيفيه حتى نحمر كاع على الرغيفات اللي عندي ونحصل على داك اللون المذهب اللي كيجي زوين بزاف. اما من بعد ما تحمروا لي الرغيفات هو الشكل النهائي ديالهم، يعني هاد التحميره اللي خاصنا نحصلوا عليها، ما نحمروهمش اكثر من القياس. صافي غادي ناخذوا العسل وغادي نبداو ندهنوهم. تقدروا تغطسوهم كاملين في العسل، انا اكتفيت انني غير ندهنهم. كيف ما كتشوفوا غندهنهم مزيان من الجهتين وغادي نحطهم في طبق التقديم. والشكل ديالهم هنايا زينتهم بشي شويه ديال اللوز ايفيلي باش كيعطينا المنظر اكثر. الشكل ديالهم كيجي زوين بزاف وراقي، واهم حاجه ساهلين، يعني تقدروا حتى اخر لحظه وتوجدوهم للعيد. راه كيجيو بنانين، اهم حاجه ما فيهمش بزاف ديال المكونات وضيا كيوجدوا كيجيو مقرمشين ويعني كيجيو صراحه لذاذين بزاف. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها.